إخواني أخواتي مستمعين الأوفياء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما حللتم وارتحلتم عبر بقاع العالم. وأجدد لكم الترحاب في هذا الفيديو جديد عبر قناتكم الإخبارية المتواضعة Y.M News مع أخوكم كريم عبدو. فمرحبا بكل المغاربة الأحرار، مرحبا بكل الزليجية والعياشة والملكيين أينما تواجدوا. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. تدخل عليكم بالصحة والسلامة والرزق الوفير. عياشة وأنا افتخر. إخواني أخواتي، في هذا الفيديو غادي نطرقوا المجموعة من المحاور الخطيرة وآخر المستجدات. أولها غنبداو بجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي يوم أمس الديوان الملكي يعلن للمغاربة بأن جلالة الملك بصحة جيدة وبأنه بخير وعلى خير، في ترسيخ من القصر الملكي للعلاقة الوطيدة بين الملك والشعب، بين القصر الملكي والشعب المغربي. فالله يشافي جلالة الملك، وإن شاء الله غادي نشوفوه بخير وعلى خير. وهذه خبر صار كتعلن عليه القصور الملكيه وكيعلن عليه الديوان الملكي، وتيبشرنا بشاره الخير، كيقول لنا ان جلاله الملك بصحه جيده، فيموت الحاقدين بغيظهم، والله يخلينا جلاله الملك محمد السادس. كما ان الديوان الملكي اعلن ان هناك رقم هاتفي الآن وضع رهن إشارة الشعب المغربي اللي بغى يطمئن على صحة جلالة الملك. الله يطول في عمره والله يخليه لنا إن شاء الله يا رب العالمين في هذا نهار الجمعة. حاجة أخرى إخواني أخواتي، شفنا هذه الأيام جميع الكلاب النابحة، وهنا أعتذر للكلاب لأن الكلاب من أوفى المخلوقات فوق الكوكب ديال الكرة الأرضية للبشر، ولكن هادو كلاب غير طبيعية، كلاب اللي كتواجد في الشارع، كلاب مسعورة، كلاب متخلى عنها، كلاب. شفنا كلاب مصر خرجت كتنبح، كلاب الكرغولية تعودنا على نباحهم، الكلاب ديال الكبرانات، ولكن هذه المرة الموضوع مختلف. جنوب إفريقيا تخرج عن السيطرة وتخرج عن صمتها وتنضم إلى الكلاب المسعورة وتنبح وتفعل شيء خطير، وتعين سفيرا للبوليس بال عندها فوق الأراضي ديال جنوب إفريقيا. فهذه الظرفية بالذات، بمجرد ما تأهل المنتخب المغربي لنهائي كأس إفريقيا، فشفنا جنوب إفريقيا كشرات على الأنياب ديالها وخرجات منين؟ من الغلاف اللي كانت مدرقه وراه. ولكن غادي نقول لكم علاش واشنو واقع، وغنقول لكم السبب في هذه الخرجه ديال بريتوريا وديال جنوب افريقيا. ولكن قبل كل شيء غادي نقراو عليكم نص المقال اللي فيه مجموعه من التوضيحات لما اقدمت عليه جنوب افريقيا. استمرار لعقيده العداء الدبلوماسي ضد المملكه المغربيه. استقبلت جنوب افريقيا سفير جديد لجبهه البوليس بال الانفصاليه، مجدده التمسك ديالها بدعم اطروحه لا تنسجم مع مسار الشرعيه الدوليه ولا مع قرارات مجلس الامن الداعيه الى حل سياسي واقعي ومتوافق عليه للنزاع الاقليمي حول الصحراء المغربيه. وما نساوش القرار 2797 الذي طعن كل أعداء ديال المملكة المغربية. وذكرت وسائل الإعلام ناطقة باسم بوليس بال أن المدعو أباه المد قدم نسخة من أوراق اعتماده بصفته سفيرا، قال لك سيدي، مفوضا فوق العادة للجبهة ديال بوليس بال لدى جنوب إفريقيا إلى مدير مراسم دولة جنوب إفريقيا السفير كليسون مونيلا أو السفير كريسون مرتديلا. وبهذه المناسبة جددت السلطات الجنوب إفريقية ما تصفه بالموقف المبدئي والثابت الداعم للجبهة الانفصالية، تأكيدا لاستمرار سياسة الانحياز واللي ظلت محل انتقاد داخل المنتظم الدولي بالنظر إلى تعارضها مع الجهود الأممية الرامية إلى الدفع نحو حل سياسي عملي ودائم. وكيجي هذا التحرك في وقت كيدفع فيه المنتظم الدولي نحو حل سياسي عملي، كتأطر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا شيء إلا الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الجدي ودي المصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وهو ما يجعل الموقف الجنوب إفريقي خارج منطق التحولات الجيوسياسية الراهنة
ومرتبطا بقراءات إيديولوجية متجاوزة وحسابات إقليمية ضيقة لا تواكب التوجه الدولي الداعي إلى الاستقرار والتسوية النهائية لهذا النزاع. وفي هذا الصدد كيقول لنا السالك رحال الناطق الرسمي باسم حركة صحراويون من أجل السلام: إن ما جرى يندرج ضمن بروتوكولات دبلوماسية منتهية الصلاحية ولا تنسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2797 بخصوص قضية الصحراء، والذي يتخذ من مبادرة الحكم الذاتي قاعدة أساسية للتفاوض ونقطة وصول لحل نهائي للنزاع. وأضاف رحال أن هذا المعطى يعني عمليا عدم وجود ما يسمى بدولة صحراوية يمكن لسفيرها تقديم أوراق اعتماده لدى دولة أخرى، لا سيما أن هذا الكيان لا يحظى بأي اعتراف من الأمم المتحدة. وأشار الناطق الرسمي باسم حركة صحراويون من أجل السلام إلى أن أكثر من 7 دول سحبت اعترافها به خلال السنة الماضية وحدها، ولم يتبقى سوى أقل من 26 دولة في العالم كله كتعترف بهذا الكيان الوهمي، أكثر من نصفها دون أي تمثيل دبلوماسي فعلي. وأوضح الفاعل المدني السالف الذكر أن جنوب إفريقيا نفسها كتعيش تناقضات سياسية داخلية بخصوص هذا الملف المغربي، مبرزا أن أحزابا سياسية ضمن الائتلاف الحكومي القائم باتت تعبر صراحة عن دعمها لحل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما يعكس تآكل الإجماع الذي كانت تروج له بريتوريا في السابق. ونبه رحال إلى أن معسكر داعمي البوليسبال تلقى خلال الأيام القليلة الماضية انتكاسة كبيرة عقب سقوط أحد أبرز داعمي الجبهة في أمريكا الجنوبية، في إشارة إلى نيكولاس مادورو دون أن يصدر أي موقف رسمي من جنوب إفريقيا أو من دول وازنة داعمة للجبهة البوليسبالية مثل الجزائر وبنو كرغل، ما يعكس حسب تعبيره حالة ارتباك واضحة داخل هذا المعسكر. وتابع قائلا إن خطوة تقديم أوراق اعتماد المدعو أباه المد لا تعد أن تكون جرعة مسكنة ذات طابع رمزي وإعلامي لن تغير شيئا في مسار الملف على المستويين الأممي والأمريكي. كما أنه في ختام حديثه قال: يجب أن تكون هذه الخطوة من بين آخر مظاهر هذا البروتوكول في جنوب إفريقيا مع انتقال الملف إلى مرحلة أكثر عملية في مسار المفاوضات، وما قد يرافق ذلك من تحولات إضافية في مواقف عدد من الدول الإفريقية من شأنها تضييق الخناق السياسي على ما وصفه بآخر القلاع المتهالكة للبوليسبال في كل من جنوب إفريقيا وجمهورية طابورستان. وللإشارة فإن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بشروط تعيين السفراء لدى الدول كما هي منصوص عليها في الأعراف الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، مؤكدا أن صفة الدولة واكتمال السيادة شرط أساسي لممارسة هذا الحق، كما أن السيادة في القانون الدولي كترتبط بعناصر محددة كتشمل الإقليم والشعب وسلطة حاكمة كتمتع بالأهلية القانونية الدولية اللي ما كايناش عند البوليسبال. فقبول جنوب إفريقيا أوراق اعتماد ممثل لكيان يتخذ من الرابون الخاضعة للنفوذ الترابي الكرغولي بتندوف مقرا له يطرح تساؤلات جدية حول السند القانوني والمنطقي الذي استندت إليه بريتوريا في هذا القرار. إخواني أخواتي، هذا التوجه لا يندرج في إطار ما ترفعه جنوب إفريقيا من شعارات مرتبطة بنصرة حق الشعوب في تقرير المصير بقدر ما يعكس صراع إيديولوجي على النفوذ داخل القارة الإفريقية في مقابل مقاربة مغربية قائمة على الشراكة والاستثمار والوساطة، وهو ما عزز ثقة عدد متزايد من الدول الإفريقية في المملكة المغربية. كما أن التحولات اللي كتعرفها موازين القوة داخل القارة
وما أفرزته من مكانة سياسية واقتصادية وازنة للمغرب أسهمت في إعادة رسم خارطة التحالفات الإفريقية، وهو ما توج باعترافات متتالية بمغربية الصحراء وفتح قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، مقابل تراجع الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الهرطوقية القرقورية البرقوقية. ونؤكد على أن إصرار جنوب إفريقيا على هذا المسار كيتعارض بشكل صريح مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي كرس معالم الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن بريطوريا كتجاهل عمدا هذا المسار الأممي. خلاصة القول إن النجاحات اللي راكمتها المملكة المغربية سواء على المستوى الدبلوماسي أو عبر توظيف القوة الناعمة وتعزيز الحضور ديالو داخل القارة الإفريقية أربكت حسابات جنوب إفريقيا التي باتت تتحرك بدوافع سياسية وإيديولوجية أكثر منها التزاما بقواعد الشرعية الدولية. وغادي نجيكم من الآخر نقول لكم الفيلم اش واقع فيه. جنوب إفريقيا كانت هي اللي مسيطرة على الاقتصاد الإفريقي، وكانت مصنفة الدولة الأولى اقتصاديا في إفريقيا، ومصنفة الدولة الأولى تصنيعيا في إفريقيا، ومصنفة الدولة الأولى سياحيا، وزيد وزيد وزيد. يعني كانت كتاخذ المرتبة الأولى في جنوب إفريقيا على جميع المستويات. كنعرفوا أن التاريخ ديال جنوب إفريقيا ما كاينش تاريخ. جنوب إفريقيا كيان اللي داروا أو اللي دارته أوروبا ومجموعة من الدول الأوروبية، هولندا وأهمهم بريطانيا، وما ننساوش أصلا كاينة أيادي خارجية غير هذه الدول. هما اللي خلقوا هذا الكيان وهما اللي داروا فيها رؤوس الأموال، بدليل أن البشرة البيضاء من كانت تحكم جنوب إفريقيا في وقت من الأوقات. والمملكة المغربية الآن باتت تصنف الأولى في الصناعة في إفريقيا، الأولى في السياحة في إفريقيا، الأولى في الإنتاج في إفريقيا، الأولى اقتصاديا في إفريقيا. وهذا الشيء اللي دار جنوب إفريقيا، خصوصا إلا ما كانش جنوب إفريقيا دارت داك الشيء اللي دارته شحال هادي بأموال إفريقية أو بأفكار إفريقية، بل كنهضروا على رؤوس أموال أوروبية وأفكار ومشاريع أوروبية. بمعنى أن المملكة المغربية دابا كتصنف هي الأولى في إفريقيا، معنيته أنها ديباسات جنوب إفريقيا اللي هي هادوك الإنجازات اللي دارت جنوب إفريقيا كتعتبروا إنجازات أوروبية. يعني أن المملكة المغربية تفوقات على التحديات الأوروبية في جنوب إفريقيا، أو بتعبير آخر المملكة المغربية تفوقات على أوروبا وتصدرات قائمة المصنعين والاقتصاديين والمنتجين في إفريقيا برمتها. والشيء اللي كيضايق جنوب إفريقيا أن المملكة المغربية سبقاتها وتربعت على عرش الدول المصنعة والدول الاقتصادية والدول السياحية، وتصنف المملكة المغربية الآن الأولى إفريقيا، بغاو ولا كرهوا. هذا الشيء اللي دار جنوب إفريقيا. زيد على ذلك أن جنوب إفريقيا تتواجد في الزنطيط ديال القارة الإفريقية، والمملكة المغربية تتواجد في أقصى الشمال والرأس ديال إفريقيا والقارة الإفريقية. بمعنى أن الموقع الاستراتيجي اللي وهبه الله سبحانه وتعالى للمملكة المغربية هو اللي كيخليها تسيطر الآن اقتصاديا، وكتسيطر إنتاجيا، وكتسيطر سياحيا، وكتسيطر على جميع المستويات. الشيء اللي جالس كيدمر في جنوب إفريقيا بلا ما تحسوا. هذا الشيء لا يروق جنوب إفريقيا ولا المرتزقة في جنوب إفريقيا ولا الديكتاتوريين الذين يحكمون جنوب إفريقيا. علاش خرجت جنوب إفريقيا الآن في هذا الوقت بالذات؟ من بعد ما شافت الإنجازات ديال المملكة المغربية، خصوصا في التنظيم العالي والمستوى العالمي في تنظيم كأس إفريقيا في المملكة المغربية، وخصوصا أن المملكة المغربية تأهلت إلى نهائي كأس إفريقيا للأمم اللي دار بمعايير عالمية. دار الكراغلة ودار جنوب إفريقيا، والكراغلة ما بقاش عندهم المفر، لأن هذا الشيء خلق لهم تصدعات داخل
جمهورية طابورستان والكابرنة التالفين، وما بقى عندهم إلا هذا الحل، أنهم يجبدوا البويلزات عامرين العاقة. هذه هي الحقيقة، سياسة الرشاوي وشراء الدمم، وعطوها لجنوب إفريقيا، حيت جنوب إفريقيا ما غاديش ديرها إلا لما تكون شادة الباليزة ديال الملايير ديال الدولارات ديال بصبع المبردع في جمهورية كرغولستان. بين الأعمى وبين أن سياسة الباليزات بدات خدامة، ولكن لن يغير من الحقيقة شيئا. كل شيء جالسين كيطبلوا في الماء، وفي القريب العاجل غادي تسمعوا أخبار خطيرة وتحركات خطيرة غديرها المملكة المغربية، اللي غطحن بها جمهورية طابورستان، غطحن بها جنوب إفريقيا اللي جاية في الطريق، واللي مشى لهم أكبر داعم اللي كان هو مادورو في فنزويلا، وغطحن جميع أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية. خوتنا غنختموا هذا الفيديو بآخر خبر، الرسالة الملكية اللي بعثها جلالة الملك إلى والد الركراكي والمنتخب المغربي الوطني بعد مباراة مالي مباشرة، هي اللي خلات الرجال ديال المنتخب المغربي وخلات والد الركراكي يستفيقون ويخدموا، ويدير فيهم الحماس ويدير فيهم ديك الروح الوطنية وروح القتالية اللي كنشوفوها الآن في الملاعب. فشكرا لجلالة الملك، شكرا يا محمد السادس، نصرك الله وأطال في عمرك، والله يشافيك والله يخليك للشعب المغربي قاطبة. إخواني أخواتي، جئنا على نهاية هذا الفيديو، ما بقى لي إلا نقول لكم دمتم في رعاية الله. ما تنسوش الخوت البارطاج، اللايكات والتعاليق دعما لنا ودعما لهذه القناة. يوم مبارك سعيد وجمعة مباركة على الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.